السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ. اول حاجة هنجيب بصلاية متوسطة او كبيرة على حسب كمية البطاطس اللي احنا هنعملها، وهنحطها في الكبة ونحط عليها الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط بابريكا وسنة فلفل اسود. بسم الله وبهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنضربها في الكبة. بسم الله. وهنقطع الطماطم. معانا 4 حبات طماطم هنقطعهم قطع. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط مكعب ماجي.
هنقلب الفراخ فيها كويس نتبلها. ودلوقتي هننزل بالبطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو هنقلبها كويس. لو مستعجلين هنسويها على طول، ولو مش مستعجلين هنسيبها في التلاجة يكون احلى، يعني يكون طعمها احلى ان شاء الله. سيبها ساعة او اكتر، ولو من بالليل الصبح بردك هتكون اتبلت، يبقى طعمها احلى لما نسويها. انا هشيلها في التلاجة شوية بعد كده هنسويها مع بعض. اغطيها وادخلها التلاجة. هحط لها واحدتين ورق لوري بردك هتديها ريحة حلوة. اهي صينية البطاطس بالفراخ بعد ما طلعتها من التلاجة. انا سبتها كذا ساعة عشان ما كنتش مستعجلة عليها. دلوقتي بقى هحطها على النار، هسويها شوية على البوتاجاز، وهي ابتدت تغلي معانا ونزلت المية بتاعتها. طبعا ما بنحطلهاش مية الا لو احتاجت، يعني لو لقيناها لسه ما استوتش والمية نشفت ممكن نحط لها سمنة. ممكن نكتفي بالدهون اللي هتنزل من الفراخ زي ما نحب يعني. هنسيبها تستوي شوية على البوتاجاز، بعد كده بتكمل سوا في الفرن عشان تاخد وش كمان. هنغطيها ونسيبها تستوي. ودلوقتي هدخلها الفرن تكمل سوا، بس هولع عليها الاول من تحت، مش هولع الشوايه دلوقتي لما تستوي خالص، بعد كده هفتح الشوايه عليها. يعني ندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. مولعين اهو الفرن من تحت بس وعلى اعلى درجه حراره. هسيبها تستوي. هنولع عليها بقى الشوايه. ده شكل الصينيه لما طلعت من الفرن. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.